السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله. الدولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعاتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ من هم أهل الحديث وما هو منهجهم في الجرح والتعديل؟ وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشخص قد يكون محدثا ويكون سنيا. الغالب على السلف أنهم يطلقون لفظة المحدث أو لفظة المحدثين ولفظة السلف على معنى واحد، وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة مع اشتغالهم بعلم الحديث. لكن الشخص قد يكون محدثا وهو مبتدع، وقد يكون سنيا وليست له معرفة بعلم الحديث، كما يكون سنيا يحب أهل السنة ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: كان في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، بل أفرده الشيخ عبد المحسن العباد بتأليف فجزاه الله خيرا. الحديث الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمحدثين بنظارة الوجوه، أي أن الله يجعل وجوههم ذا بهجة حسنة وذا منظر ذوي بهجة حسنة وذوي منظر حسن، وهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتفق عليه من حديث معاوية والمغيرة في شعبة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وداخلون أيضا دخولا أولياء في الفرقة الناجية التي عناها ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة. أهل الحديث قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، فما خدم أحد من المسلمين الإسلام مثل ما خدمه المحدثون، فإنهم قاموا بخدمة عظيمة قيضهم الله سبحانه وتعالى لهذا
آل عامر، وقد أثنى عليهم سلفنا حتى قال طيب الظاهر أنه أبو زرعة: إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب الحديث فاعلم أنه مبتدع، أو بهذا المعنى. وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: إن فلانا يتكلم في أهل الحديث، فقام ينفض ثوبه، كما في مقدمة علوم الحديث الحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم، قام ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. وهم المدافعون عن شرع الله. فقد أورد المعتزلة شبهات وشبهات أوردوها، فتصدى المحدثون لدفع تلكم الشبهات، من أولهم الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهكذا أيضا عصريه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. كل هذا تعتبر خدمة لدين الله، فإن المعتزلة أرادوا أن يشككوا في ماذا؟ أرادوا أن يشككوا في ديننا، فقام المحدثون جزاهم الله خيرا بدفع تلكم الشبهات على أحسن وجه، ولا يبغضهم شخص فيه خير. ولقد أحسن الحافظ السوري إذ يقول: كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أدلي، أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى في ديوانه في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنبيهها من جهدهم غاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصي، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجد في العلم والجد، فخور وحاشاهم عن الجذب، إنما لهم مدد يأتي من الله في المد، فورتوا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد، كفاهم كتاب الله والسنة التي تفتب لهم صحب الرسول ذوى المجد، أأنتم وأهدى أم صحابة أحمد، وأهل الكساء هيهات مشوا كالورد، أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي، أما منهجهم في الجرح والتعديل فإنهم مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: بئس أخو العشيرة. فلما دخل إليه الرجل ألان له، قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. فلما دخل الرجل ألنت له، قال: يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس لفحش،
قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وما عبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة أبي سفيان إذ تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقي لا يعطيني ما يكفيني، فهل آخذ يا رسول الله من ماله؟ فأبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذي من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك بالمعروف. هكذا معشر الإخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال لأبي ذر الغفاري عند أن عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة، أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود حتى قتلتها وأسقطت جنينها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إن في الجنين، أو حتى أسقطت جنينها، ذكر إن في الجنين غرة عبد أو أمة. فقام مالك بن حمل أو حمل بن مالك النابغة وقال: يا رسول الله، كيف ندين من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك من إخوان الكهان من أجل شجع. وقد ذكرنا جملة من الأحاديث الواردة على الجرح والتعديل، بل في القرآن ذكرنا جملة في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وهو مطبوع منشور والحمد لله. بل في القرآن الكريم ما يدل على جواز الجرح. فموسى يقول لصاحبه: إنك لغوي مبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقولون إنه من الشناعة أن تذكر امرأة الرجل في المجالس، وهو تذكر امرأة أبي لهب في القرآن مدى الدهر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجرح أصحاب البدع، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا ومنهجهم منهج المحدثين أجمع عليه المسلمون. كان شعبة بن الحجاج يقول لأصحابه: هلما نغتاب في الله. وقيل لبعض السلف رضوان الله عليهم أنكم تقولون فلان كذا وفلان كذا. قال: إذا لم أبينه أنا، الظاهر أنه الإمام أحمد، ويبينه فلان وفلان، فمن
يقول أو ومن يبين للناس دينهم. قال وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث لا يوجد عندهم محاباة. فذلكم علي بن المديني يسأل عن والده ويسكت ويقال له إنه الدين، فقال الوالد ضعيف. ثم بعد ذلك أيضا أبو داود يقول ولدي عبد الله كذاب. في مشايخه ذكر الحافظ الذهبي في طبقات القراء الكبار مضرئا ممن تيسرت للحافظ الذهبي تيسر له العلو من طريقه. قال لو كنت محابيا أحدا لحابيت هذا الشيخ، لأنه تيسر له العلو من طريقه فلم يبالي. وما أكثر المحدثين الذين كتبوا عن مشايخ ثم اتضح لهم في الآخر الأمر أنهم ليسوا بثقات ومزقوا أحاديثهم. فالمحدثون ليست لديهم محاباة لآبائهم ولا لمشايخهم ولا لأهل بلدهم. يحيى ابن أبي أنيس يقول أو زيد ابن أبي أنيس يقول أخي يحيى كذاب. وهكذا أيضا المتأخرون ليست لديهم محاباة، فهم يحبون الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. ومع هذا فتجد الأخ مصطفى يرد على الشيخ في مسألة الحجاب، ويرد على الشيخ أيضا في مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء. وهكذا أيضا هناك رسائل أخرى لبعض طلبة العلم في الرد على الشيخ حفظه الله تعالى، وهم يعترفون بفضله ويحبونه حبا جما، ولكنه الدين ليس هناك محاباة في الدين. المتأخرون والمتقدمون لا يحابون، ولو كانوا يحابون لحابوا من لقب بمحيي السلفية. محمد رشيد رضا لقب بمحيي السلفية، ومع هذا ترى الردود عليه متكاثرة بحمد الله، ترى الردود عليه متكاثرة، لأن أهل العلم أو أهل السنة ليست لديهم محاباة بخلاف المتمذهبة. فلا تركن على متمذهب إذا ترجم لأهل مذهبه، ولا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل. لا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل، فهو يعدل من يوافقه ويمدح في من يخالفه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليست
لدى المحدثين محاباة، وهذا أمر امتازوا به. فعمر بن هارون البلخي رأس من رؤوس أهل السنة، ومع هذا يقول فيه يحيى بن معين كذاب خبيث. نعيم بن حماد أيضا رأس من رؤوس السنة ومن مشايخ البخاري، ومع هذا يضعف نعيم بن حماد. يأتي وكيع بن الجراح فيريد أن يحدث عن أبيه فيقال له لا تحدثنا عن أبيك، ثم قال من ابتلي بكم معشر المحدثين فليصبر، ما عندهم محاباة. هكذا رحمهم الله تعالى. الأخ يقول السؤال الثاني: ما هو ردكم على من يطعن بأهل الحديث ويتهمهم بالبعد عن فقه الحديث؟ الرد أن الواقع خير شاهد، فتراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت الفقهاء، وفقه البخاري في تراجمه أعيا كثيرا من الباحثين. وأنت إذا نظرت إلى ترتيب صحيح مسلم وهو لم يترجم، التراجم هي للشراح ليس له إلا الكتب، ترى ذلك الترتيب صادرا عن ماذا؟ عن فقه وفهم للأدلة. الترصيف ماذا يدل يا إخوان؟ ترصيف الأحاديث وتصنيفها على أبواب ماذا يدل على فهم للفقه، ونادر أن يكون الشخص محدثا وليس بفقيه، نادر. لكن بماذا؟ لكن بالآلاف أن يكون فقيها وليس بمحدث. ويعجبني ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعي، إذ تناظر الشافعي ومحمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن يقول إن أبا حنيفة أعلم، والشافعي يقول إن مالكا أعلم. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصاف: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مالكا، أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال: صاحبكم يعني مالكا وافا. قال: فلم يبق إلا القياس، فالذي ليس لديه أصول فعلى أي شيء يقيس. وأنت إذا نظرت لتخطط الذين يقال إنهم فقهاء، نأتي بمثال، وهو ماذا يا إخواننا؟ بمثال أنها تكسر الصلاة في بريد أو في بريدين أو بهذا المعنى، لا تكسر الصلاة إلا من مكة إلى عسفان أو بهذا المعنى، وبعدها ترتب عليه أحكام، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بمثال آخر، وهو الجمعة في 40 فصاعدا. الجمعة في 40 فصاعدا ماذا يا إخواننا؟ بعضهم كما يقول المقبلي، بعضهم في زبيد يعد المصلين كما تعد الأغنام، تعد الأغنام. أي هل قد وفي المصلون 40
من أجل أن تقام جمعة وإلا سيصلونها ظهرا. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن الجمعة تصح بماذا؟ بواحد والخطيب، لأنه كما يقول الشوكاني والصنعاني وأبو محمد بن حزم ليس هناك دليل يدل على اشتراط العدد، ولم يثبت أن واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة بمفرده. إذا يرجع لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها، كما أكثر تخبط الفقهاء الذين ليسوا بمحدثين بخلاف المحدثين. فإنك تجد الإمام أحمد الذي يقول بعض الناس إنه ليس بفقيه، تجد استنباطات في غاية من الدقة وأخذ بظاهر الحديث أو بلفظة من الحديث هكذا رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد محدث وفقيه، الإمام البخاري محدث وفقيه، الإمام مسلم محدث وفقيه، الإمام مالك محدث وفقيه، الإمام الدارمي محدث وفقيه، هكذا أيضا ابن الجارود محدث وفقيه، النسائي، أبو داود، الترمذي. أين هذه التراجم تدل على فقه يا أخواننا أم لا تدل على فقه؟ لا يجوز لنا أنه من الناس، لا يجوز لنا أنه من الناس وأن نبخس أعمالهم الجليلة التي قاموا بها. التراجم الموجودة في كتب السنة على كتب الأحكام التي هي على كتب الأحكام تدل على فهم وعلى فقه، بل في غاية من الفهم. أنت إذا قرأت في صحيح ابن خزيمة تندهش من ذلك الفهم، وتندهش أيضا من هذا الاستنباط الدقيق. وهكذا أيضا تلميذه ابن حبان، إذا قرأت في صحيح ابن حبان تندهش من تلك التراجم التي تدل على فهم دقيق. والحمد لله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في قوله إلى من هو أفقه منه، من أين يستنبط الذي ليس عنده فهم الذي ليس عنده القرآن وليست عنده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيستنبط من الأسلاف والأعراف أن لا يستنبط؟ المبتدعة من زمن قديم وهم ينكرون عن أهل السنة ويلقبونهم بالحشوية، حتى قال بعضهم في المحدثين: زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأبائر، لعمرك ما يدري المطير إذا غدا بأحلاله أو راح ما في الغرائر. ويقول آخر أيضا: يدعون أهل الحديث وهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إخواني في الله، المحدثون بسبب قيامهم بخدمة الدين وبسبب قيامهم بماذا؟ بالجرح والتعديل الذي بينوا فيه المعتزلي، الرافضي، الشيعي، الجهمي، الصوفي، المبتدعة، الضعيف، الكذاب. جنون المبتدعة
جن جنون المبتدعة حتى ماذا يا إخواننا؟ أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي. وقال بعض الشيعة في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، تجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهكذا يقول السبكي إنه لا يعتمد على ماذا؟ إنه لا يعتمد على الذهبي لأنه إذا ترجم لحنفيين وأشعري لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلي أطال في ترجمته وأطلق عنان القلم في ترجمته. قال الشوكاني لا، ولكن الرجل أشرئ قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبال به. ففتح المحدثين المعاصرين في سعيد حواء وفي الصابوني محمد الصابوني وفي أيضا علي الطنطاوي وما أشبه ذلك ليس إلا من بيان الحق. وهكذا في محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ليس لهوى، إنما هو من أجل بيان الحق. وقد ذكرنا جملة طيبة من العلماء المعاصرين في الكلام على مقدمة شرح صحيح مسلم، وهو مسجل بحمد الله فلا نعيد الكلام فيه. أما طعنهم إخواني في الله للمحدثين فنقول كما قال الأول: أطلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا أو سدوا المكان الذي سدوا. فنقول لهم: أدلوا على المحدثين من اللوم، وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. ما يأتي لنا واحد يا إخوان، واحد عنده 4 وظائف، 4 وظائف: وظيفة الصباح، ووظيفة بعد العصر، ووظيفة في مكان آخر، ثم بعد ذلك سواء كان من أصحاب البشوش أم من أصحاب العمائم ما يأتي لنا، ثم بعد ذلك يفتح في المحدثين المتفرغين لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلامهم ليس بمقبول، ينبغي أن يعرف من يقبل منه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لا يقبل إلا من جهد فاهم لأسباب الجرح والتعديل، وإلا فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى: لا أذكر أهواله أم قاله متمثلا به: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك في المداد. الشخص الذي يريد يقحم نفسه في العلم يقحم نفسه في العلم مثل محمد الغزالي ومثل حسن الترابي وهو عاطل عن العلوم، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقد المحدثين ليبرز. نعم، الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهل، لا يقبل إلا من أهل. وأنا آتي لكم بمثال: العقيلي ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن بين ترجمة علي بن المديني النيرة وأنه حافظ من حفاظ الإسلام وأنه أعلم أهل عصره بعلم العلل، قال: أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تطعن فيهم؟ فلو قلنا: أفما لك عقل يا غزالي، أو أفما لك عقل يا حسن الترابي،
لكنا مصيبين، تتهجمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنتم عاطلون عنها، فما يتهجم. وهكذا أيضا بعض جهلة الإخوان المسلمين، مخزن مدخن متنتن، ثم بعد ذلك يطعن في أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا أيضا وهكذا أيضا رب شخص لا يصلي ويبغي يتصدر، هذا حديث صحيح، هذا ما يقول به العقل، وهو مسكين لا يصلي. وهكذا أيضا هذا جاءنا من عند الوهابية. وإن شاء الله خطبة هذه الجمعة الآتية ستكون إن شاء الله في حول كلمة خبيثة بهذا العنوان إن شاء الله، في الكلام على الوهابية وعلى قول أولئك وهابية، فقد اشتد ضررهم وكثر تلبيسهم على العوام. لا بد من بيان تلبيسهم إن شاء الله، ثم بعد ذلك ينشر بحمد الله. لا بد إخواني في الله أعراضنا ودماؤنا وأموالنا فداء لدين الله وفداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا بد إخواني في الله أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حدود ما يستطيعون أو في حدود ما نستطيع، ونحن بحمد الله على الحق، وأمرنا واضح ودعوتنا واضحة. وأولئك ليس لهم إلا التلبيس والكذب والتزوير، فواجب على طلبة العلم أن يبينوا التزوير وأن يبينوا كذب الكذابين، والله المستعان. ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله، وأن نبين كذب الكذابين ونبين افتراء المفترين. وإذا لم يقم أهل العلم وطلبة العلم من أهل السنة هذا، فمن يقوم به؟